الدولة المملوكية، بيحكمنا المماليك. المماليك البحرية مماليك كانوا من الترك، إنما المماليك البرجية الجراكسة من بلاد القرم ونواحي روسيا. السلطان الأشرف طومان باي الثاني. قال له هو في طومان باي الأول؟ أيوة، اللي بتتقفل دولة المماليك عنده بمجيء مين؟ العثمانيين. الاشرف طومان باي الثاني ده اللي القفله بتحصل عنده، ده نهايه دوله المماليك، اللي هو كلكم شفتوه طبعا. الفنان خالد النبوي في مسلسل ممالك النار لعب دوره ببراعه، جسد لنا شخصيه الاشرف طومان باي الثاني اللي بتتقفل دوله المماليك عنده بمجيء مين؟ العثمانيين. سنه كام؟ 1517 بيحضر لمصر سليم الأول العثماني عشان يضم مصر للسلطنة العثمانية وبينهي دولة المماليك في مصر. من 1517 لغاية مجيء الاحتلال الفرنسي، كل ده تاريخ عثماني. يا إما بيحكمنا في والي عن السلطان العثماني في الأستانة دي اللي هي اسطنبول دلوقتي بالمناسبة، يا إما بيحكمنا مماليك بيضايقوا السلطنة العثمانية دي وبيستأثروا بحكم مصر، زي علي بيك الكبير ومحمد بيك أبو الدهب ومراد بيك. نسميهم احنا المماليك البكوات، المماليك البايات. دول بيقطعوا السلطنة العثمانية في بعض الفترات، لكن في أغلب الفترة من 1517 لغاية الحملة الفرنسية مصر خاضعة طبعا للحكم العثماني عبر والي ينوب عن السلطان العثماني في مصر أو عبر أحد المماليك، وبنسميها احنا دولة المماليك البكوات أو البايات. إيه اللي بيحصل بعد الحملة الفرنسية؟ ما تمشي قعدت معانا 3 سنين. الحملة الفرنسية يعني فك رموز اللغة المصرية القديمة باكتشاف حجر رشيد وشامبليون، اشتغل على الحجر ده 20 سنة وقدر يفك لنا رموز الكتابة المصرية. الحملة الفرنسية يعني المجمع العلمي. الحملة الفرنسية يعني ثورتين شهيرتين في تاريخنا، 1798 وسنة 1800 ميلادية، ثورتي القاهرة الأولى والثانية ضد الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية يعني كليبر النائب اللي استخلفه نابليون بونابرت قبل ما يسيب مصر ويمشي، قعد معانا كليبر. اغتيال كليبر على يد سليمان الحلبي. أحداث كتير الحقيقة حصلت خلال فترة ال3 سنين دول. بعد الحملة الفرنسية ورحيلها عن مصر من 1801 ل 1805 كانت فترة مضطربة جدا. كان في والي عثماني، طبعا الدولة العثمانية لابد تفرض علينا والي يحكمنا زي العادة. كان عندنا في الفترة دي 2 من الولاة، خسرو باشا وخورشيد باشا، وكان عندنا في المقابل في بكوات مماليك كل واحد منهم رايح في حتة. يعني محمد بيك الألفي ليه رأي يشجع الإنجليز، عثمان بيك البرديسي بيشجع الفرنسويين، عثمان بيك حسن بيؤيد الدولة العثمانية. فكان في تناحر ما بين هذه القوى، وكان في برضو ناس جبهة بتؤيد وبتشجع على ان محمد علي هو اللي يحكمنا. اشهر ناس في الجبهة الاخيرة دي عمر مكرم، وهو نقيب الاشراف. محمد علي بالفعل بيحكم مصر من 1805 لغاية 1848. من 1805 ل 1848 دي فترة حكم محمد علي المشهور جدا بمؤسس مصر الحديثة. بيليه في ترتيب حكام الأسرة العلوية ابنه إبراهيم باشا، بيحكم لشهور قليلة في حياة أبيه وبيتوفى خلال الفترة. بيكمل السنة دي محمد علي نفسه، بيرجع باباه يحكمنا لغاية 1849. يليه مجموعة من الحكام عارفينهم احنا طبعا في تاريخنا باسم الخديوية، بدءا بالخديوي عباس حلمي الأول، يليه الخديوي محمد سعيد، يليه الخديوي إسماعيل، يليه الخديوي توفيق اللي حضر لمصر في فترته الاحتلال البريطاني بعد قيام ثورة عرابي، وتحتل مصر من بريطانيا سنة 1882. يليه الخديوي عباس حلمي الثاني. ثم بعد كده تحصل فترة اسمها فترة سلطنة، يحكمنا السلطان حسين كامل من 1914 ل 1917. ثم الملك أحمد فؤاد الأول المعروف باسم الملك فؤاد. يليه أخيرا الملك فاروق الشهير جدا، الملك فاروق الأول اللي بيحكمنا من كام لكام، من 1936 إلى قيام ثورة يوليو 1952، لتبدأ مصر من بعدها عصرها الجمهوري. القائمون على العمل في هذا البرنامج قالوا لي عشان أكمل معاكم لازم تضغطوا سبسكرايب، شير، تدوسوا جرس، مش عارف ولا لفظ باللي هم بيقولوه. المهم
انكم لازم تعملوا الاجراءات دي عشان اقدر اكمل معاكم هذا البرنامج الجميل ونستعرض فيه تاريخ مصر من البداية لغاية اللحظة اللي انتوا قاعدين فيها قدامي. See you.